كده كده التكنولوجيا هترجع تسيطر تاني. اوكي، هترجع. ال- اللي بيقولوا عليه ال AI ده هو مش حاجة جديدة، هو حاجة هترجع تاني. هي اوريدي كانت موجودة. فيعني الإنسان ما كانش أحسن حاجة يعني ما عملناش إنجازات. بالعكس، الأرض فيها حاجات كويسة وحبة قد كده، وفيها حروب وظلم وقرف، وكفاية الرأسمالية، كفاية. فالتكنولوجيا هترجع تسيطر تاني. اوكي، نتكلم في الموضوع ده بعدين. دخل، ما تبقاش حقيقي في عالم افتراضي خالص. كل الداتابيس بتاعتك اللي انت عاملها في الاونلاين فاكت. انت لو بنت اكتبي ولد، لو ولد اكتب بنت، لو مواليد السبعينات اكتب ان انت مواليد اول امبارح، لو انت صغير اكتب ان انت كبير. فيك انفورميشن، فيك انفورميشن. اسمك لو عايز تكتب باسمك اكتبه بس اعكسه. الجندر غيره، والتاريخ الميلاد غيره، ويا ريت الانترستس بتاعتك تدخلها اصلا غلط، لان انت فعلا السلعة. هما الخوارزميات بتاعت النظام الحاسوب so smart. واعتقد ان هما كمان بيعملوا حاجة محسوسة، مش بس معلومات. فاتليست تدخلهم معلومات غلط، لان البيزك انفورميشن هما بنوا عليها السيستم. فخلي الديلي يوز بتاعك في اكاونت البيزك انفورميشن مضللة. كده كده هم هيسيطروا، والإنسان فاسد، فالسيطرة هتبقى تحت راية الفساد الإنساني. يعني طب والله أنا أثق في التكنولوجيا، بس ما نثقش في الإنسان. يعني التكنولوجيا ويتحكم فيها إنسان ظالم فاسد رأسمالي. فده دمار وعبودية اكسترا، عبودية اكسترا برو ماكس. يعني على الأقل لازم نأخر ده شوية. أنا ضد العبودية مدى الحياة، يعني نو. فوالله بجد fake information for everything. ما هو عالم وهمي، انا ليه ابقى حقيقيه في عالم وهمي؟ اشمعنى انا اللي ابقى حقيقيه؟ ما هو عالم افتراضي، ليه انا اللي ابقى حقيقيه؟ ليه انا اللي ابقى السلعه بتاعتك؟ ليه تعمل لي غسيل مخ في الحاجات اللي بحبها ومخاوفي والسيرشز بتاعتي وطرق اخرى؟ ليه انا اديك معلوماتي على